النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية كوسة بالبشاميل كده خطيرة بجد. يعني اي حد مش بيحب الكوسة اعملها له بالطريقة دي هتعجبه جدا وهيطلبها منك على طول. كانت بصوا هي مش محتاجة ان انا اتكلم عليها، هي بتتحدث عن نفسها. جربوها وهتعجبكم جدا. انا جبت كيلو من الكوسة وقطعته كده متوسط، يعني مش تخين ولا رفيع. جبت معلقة من الثوم ومكعب مرق ومعلقتين كبار من النعناع الناشف، ودي لحمة معصجة كده كنا عاملينها مع بعض قبل كده. هجيب بقى حلة فيها معلقة كبيرة من السمنة، عشان انا بحب اشوح الكوسة كده قبل ما بحطهاش في الصينية نية. معلقة السمنة كده بشوح فيها الكوسة، هنزل عليها بالنعناع والثوم ومكعب المرق. مش عايزة مكعب المرق انزلي برشة ملح كده، بس اهم حاجة ايه؟ ان احنا نطعم الكوسة، ما تبقاش ايه من غير يعني من غير حاجة كده. النعناع مع الثوم بيفرق جدا جدا مع الكوسة. جربوا كده وهتعجبكم جدا ان شاء الله. انا هنا قلبت كده وهنزل بحبة مية، يعني اقل من ربع. انا بس ايه نزلت بالمية هنا عشان ما تلزقش في الحل. تقلبتين كده وشلتها من على النار. انا بشوحها بس مش بسويها. تعالوا بقى نعمل البشاميل. نص كيلو من اللبن، 3 معالق كبار من الدقيق، رشة جوز الطيب ورشة فلفل اسود ومكعب مرق. هجيب بقى معلقتين من السمنة كده وهنزل عليهم ب3 دقيق، ونقلب بقى حلو لغاية اما الدقيق يختفي كده ونشم ريحته ان هو استوى. اول ما نشم ريحته ان هو استوى كده هننزل باللبن ونقلب. ده كان نص كيلو من اللبن. انا هنا حسيت ان انا عايزة ازوده فزودت مية. طبعا انا زودت مية عشان أنا كده كده حاطة مكعب مرق. نزلت بقى بمكعب المرق ورشة جوز الطيب ورشة فلفل اسود لغاية اما ادانا القوام ده كده وشلته من على النار. هجيب بقى الصينية اللي هدخل فيها الكوسة في الفرن. لازم احط في الارضية بشاميل عشان يبقى البشاميل كده من فوق ومن تحت الكوسة. هيعجبكم جدا يعني. هننزل بقى كده بالكوسة ونفردها حلو. بصوا انتوا ممكن ما تحطوش لحمة، يعني هي ممكن تبقى صينية كده عليها البشاميل هتبقى تحفة يعني. انا هنا حطيت برضو لحمة بسيط، يعني انتي عندك لحمة حطي، مش عندك مش شرط، يعني مفيش حاجة توقفك. هننزل بقى كده بالبشاميل اللي احنا عاملينه. انا هنا بقى هسخن الفرن على درجة حرارة 200. هدخل الكوسة تقعد بتاع تلت ساعة كده وبعدين اطلعها. اديها رشة موتزاريلا براحتكم بقى. انتوا مش عايزين رشة موتزاريلا افتحوا عليها الشواية ايه. بعد تلت ساعة من تحت هتكون استوت وبقت معانا بالمنظر ده. انا طلعتها اديتها رشة موتزاريلا كده عشان ايه؟ في ناس عندي مش بتحب الكوسة قوي، بس لو في موتزاريلا بياكلوا اي حاجة. بس وهنا بقى كانت طلعت معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يجوع. وانا عملت جنبها شوية رز كده. عايزين بقى تاكلوها بالعيش بالرز براحتكم. بس هي كانت خطيرة، انصحكم تجربوها. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى تجربوه يعجبكم.